موضوعنا الليلة موضوع صعب. بعض لما شاف الإعلان سألني شنو هذه فخ الإباحية، على شنو بتتكلم الليلة؟ هذا الموضوع هو فعلا فخ الإباحية، فخ سقط فيه الكثير من شبابنا، بل حتى من أطفالنا ومن كهولنا، ولا زال الكثير يسقط والدور آتي على البقية، إلا إذا انتبهنا وعرفنا المشكلة من أساسه. فلذلك هذا الموضوع جدا خطير. نعم، يجي السؤال: ما هو المانع من طرح هذا الموضوع؟ لماذا لم يطرح موضوع الإباحية قبل اليوم؟ يعني لم يطرح على الملأ بصورة مباشرة وواضحة وصريحة. عندنا سببين سأذكرهما بصراحة، بما أن الحضور أغلبه شباب ولا وجود للأطفال ولا للنساء. السبب الأول: المجتمع عندنا فيه حساسية شديدة من قضية الجنس. المجتمع يتحسس من هذه القضية، حتى القضايا الجنسية الابتلائية التي أحكامها مدونة في الرسالة العملية، تشوف الناس لا يذكرون، بل يتحرجون من السؤال فيها، عند يبقى على عماها ويفعل الحرام ولا يسأل، وإذا سأل قد لا يجد الجواب، بل سيجد الصد والإعراض إن لم يجد الاتهام المباشر. هذه قضية واضحة وصريحة في كل المجتمعات العربية، كتبت فيها كتب ودراسات بعنوان عقدة الجنس في المجتمعات العربية. قضية عقدة بأتم معنى الكلمة، يعني كل ما يتعلق بالحياة الجنسية ممنوع، سواء بالنسبة للشاب، بالنسبة للمراهق، حتى الكهل وهو متزوج يتحرج من مناقشة هذه القضايا رغم أنها تمسه مباشرة. حتى في الجانب الصحي، يكون الرجل مثلا عنده مشكلة صحية جنسية، روح للدكتور يقول لك لا، روح اسأل، لا، زي مو لازم يكشف بالمعنى الذي في ذلك، روح اسأل، لا يتحرج. عقدة المجتمع في هذه القضية، المجتمع العربي معقد. قضية الإباحية بالنسبة للشباب لأنها تدخل تحت هذا المسمى الكبير وهي قضية الجنس، أصبحت خطا أحمر يمنع من الاقتراب منه، بل يمنع من التفكير في الخوض فيه. هذا السبب الأول. السبب الثاني: البعض يرى أن طرح مثل هذه المواضيع فيها أو تستلزم أو تستوجب اتهاما مبطنا للمجتمع. يعني إذا بتطرح مشكلة في المجتمع بصراحة وتقول هذه المشكلة عندنا موجودة في المجتمع، البعض يرفض. ولو جماعة يسكروا الصدى أفضل، شوية مزعج. يرفضون هذا الشيء. ليش؟ البعض يرى أن مقتضى المصلحة العامة أن نحافظ على الصورة البيضاء الناصعة البياض المثالية للمجتمع. فإحنا لما نقول عندنا مشكلة في المجتمع، هذا يعني اتهام لمجتمعنا، وبالتالي اتهام لمن يربي هذا المجتمع بالتقصير. لا تقول عندنا هالمشكلة، ممنوع. هذه مشكلة كبيرة، مو فقط في هذا الجانب الذي سنتحدث عنه الليلة، لا، في عدة جوانب. الكثير يقول لك لا تقول عندنا مشكلة، اطرح القضية بس لا تقول عندنا المشكلة، لا تعترف بأن هذه المشكلة، يرى أن المصلحة سكوت، لا تقول مجتمعنا في هذه القضية.
فلما تجمع بين السبب الأول وبين السبب الثاني تصل إلى هذه النتيجة، أن الحديث عن الإباحية والمواد الإباحية هو خط أحمر وصندوق مغلق. احنا هالليلة لا بنعترف بالخط الأحمر ولا بنخلي الصندوق مغلق. سنتحدث عن هذه القضية بصراحة. أنا سأتحدث بصراحة، وإن شاء الله فيما بعد إذا صارت فقرة الأسئلة الجميع يتكلم بصراحة. زين، أول سؤال يطرح في هذه الليلة: لماذا اخترت هذا الموضوع؟ هل قضية الإباحية تحتاج أن نخصص لها ليلة كاملة لنتحدث عنها ونفصل فيها؟ يعني هل عندنا ابتلاء بهذه القضية لهذه الدرجة بهذا المستوى بحيث ليلة كاملة نخصصها لهذا الموضوع؟ الجواب نعم. شو الدليل؟ مجتمعنا شئنا أم أبينا هو جزء من العالم، وكونه جزءا من هذا العالم يقتضي أن المشاكل الموجودة في الدول الأخرى وفي المجتمعات الأخرى ستكون موجودة وين؟ في مجتمع. بعد احنا مو في كوكب ثاني نعيش مع العالم وبين الناس، وما يصيبهم يصيبنا وما يحل عليهم يحل علينا. لا سيما لن أقول بعد قضية العولمة وأن العالم تحول إلى قرية صغيرة، لا، سأقول بعد ظهور الأجهزة الذكية وانتشارها بين يدي الناس. احنا الآن لو نسوي إحصائية الموجودين، في أحد ما عنده جهاز ذكي؟ 0%. وين 0%. كل إنسان عنده جهاز ذكي، ولذلك أي شيء في أي مكان يصدر في العالم ينتشر. نجيب أمثلة بسيطة. قبل سنة من الآن بالضبط ظهرت رقصة، حتى تسميتها رقصة مبالغة، هذه شو اسمها، كيكي. انتشرت في العالم حالة هستيرية في كل مكان، كبار صغار نساء رجال أطفال يرقصون الكيكي. صحيح أو لا؟ اكتب بس كيكي في اليوتيوب تشوف كم مقطع فيديو من كم دولة يطبق هذا الشيء. شوف الآن مثلا لعبة البابجي، الآن صارت هستيريا بالنسبة لكل الشباب في كل دول العالم. الآن الشباب في كل العالم ترى يفكرون بنفس الطريقة، اهتماماتهم نفس الاهتمامات، وسائل الترفيه بالنسبة إليهم نفس وسائل الترفيه. ما يمكن أحد يقول شبابنا يختلفون عن الآخرين، لا، هذا هروب من الواقع. اللي يقول هذا الكلام إما هو عايش في كوكب المريخ أو يكذب على نفسه وعلى غيره. لا، شبابنا حالهم حال شباب كل العالم. زين،